السلام عليكم المغاربه داخل الوطن وخارج ارض الوطن. انا تنطالب باعاده البحث واعاده تشريح الجثه. انا باغا حق ولدي، باغا نعرف شكون اللي قتل ليا ولدي. انا ما باغا نظلم حتى شي واحد، انا ما باغا نتعدى على حتى شي واحد، ولكن اللي تعدى ليا على ولدي ما نسمحش ليه لا دنيا لا اخره. وهاد الناس راه الملف ما داش مزيان، التحقيق ديال ولدي ما داش مزيان، وكاين عندهم نفوذ وايادي خفيه داخله في الملف ديال ولدي. القضيه ديال اليوم بدون مقدمه وبطلب من الوالدين ديال الضحيه اللي دفنوه في عام 2016 وحنا اليوم في عام 2023. دازت 7 سنين ديال المعاناه والعذاب النفسي من نهار دفنوه وهما معذبين وكيجريو في المحاكم. قضيه اللي فيها بزاف الحلقات المفقوده وبزاف الاسئله اللي باقا مطروحه ليومنا هذا وما لقاوش ليها اجابه. الحاجه اللي غنطلب منكم هو انكم تسمعوا الصوت ديال هاد الام وتعاونوا معاها، وفي لي كومونتير حاولوا انكم تخليو هضره زوينه وتواسيو هاد الناس، لان العائله ديال الضحيه والناس اللي كيعرفوه راه غيشوفوا لي كومونتير ديالكم، والناس ديال بن سليمان اللي غيتفرجوا في الفيديو ديال اليوم اكيد على انهم بمعرفه بالضحيه امين الشيكي اللي في عمره 26 عام. في مدينة بن سليمان كان كيعيش واحد الشاب سميتو امين الشيكي وفي عمره 26 عام مع العائله ديالو. خرج من القرايه وخدا دبلومات في ميكانيك كهرباء السيارات وخدا المحل ديال باه، وكيف ما قال لي باه بواحد الصوت فيه حسره بانه كان دراعو اليمن وضاع فيه. امين تفنن في الخدمه ديالو، كان كيتقنها مزيان ولا حريفي معروف في مدينه بن سليمان، وعاد زيد كان كيعرف يتعامل مع الكليان. اي واحد جا عنده كيعاود يرجع من بعد، لانه كان واحد الانسان معقول بشوش وكيتقن الخدمه ديالو مزيان. حتى نهار السبت 28 في شهر 8 2016 امين فاق فحال كل صباح ومشى للخدمه ديالو. ملي سالا رجع لدارهم دوش وكلا وارتاح، وقال الام ديالو بانه غيمشي يتلاقى مع الدراري. فعلا داكشي اللي كان، امين مشى وامو ما كانش عارفه بان هذا اخر نهار غتشوف فيه ولدها. في نفس النهار ومع 3 ديال الليل وقبل من اذان الفجر الوالدين ديال امين سمعوا الصوني والدقان في الباب. استغربوا لان امين دائما كيهز معاه الساروت، وعلى حساب ما قال لي باه بانه تقلق لحقاش قال مالو جاي في هذا الوقت، فما بغاش تكون بيناتهم واحد المواجهه. هز الساروت ديال الدار وكان ناوي يلوحوا ليه من الشرجم باش يدخل وما يتلاقاش هو بياه. فاذا به ملي كيطل كيلقى 2 دراري عريانين من الفوق ولابسين صنادل ديال الميكا ومعربطين وكيحيحوا. قال لهم اشنو كاين اش واقع، هو اصلا ما عرفهمش. فعيط على الزوجه ديالو قال لها اجي تشوفي هادو مالهم كيغوتوا اشنو باغين وشكون هما من الاصل، لحقاش الام كانت على معرفه بالاصدقاء ديال امين. وفعلا داكشي اللي كان، الام اللي طلات تعرفات على هادوك الجوج، خصوصا واحد فيهم اللي كان معروف بالشغب ديالو. قالت ليهم مالكم اش كاين علاش كتغوتوا، وهو يقول لها واحد فيهم بان امين ضارب معهم بجوج وسرق الاول فيهم سلسله والاخر سرق ليه 2 سلاسل. الام استغربات وقالت لهم هادشي اللي تتقولوا فيه راه ما يمكنش، ولدي امين ما كيتضاربش وما عمره ما جاب لي التبريه للدار ملي كان صغير، وعاد زيد ما عنده لاش يسرق لكم، ولدي ما خصو حتى شي خير. بداو كيغوتوا ويحيحوا ويقولوا لها فينا هو بغينا نهضروا معاه. وقالت لهم بان امين ملي خرج مع 8 ديال العشيه ما عاودش رجع للدار لحد الان. الام مسكينه في هذيك الليله ما داهاش النعاس نهائيا. النهار الاخر الاب ديال امين كان عنده شي غراض خصو يمشي يقضيه في الرباط، شد الطريق وسافر وهو كيظن بان ولده غالبا غيكون بات مع شي واحد في صحابه وباللي في الصباح غيرجع لدارهم، ولكن امين مازال ما رجعش. مع 12 ديال النهار هادوك 2 دراري عاودوا جاو صونا ودقوا في الدار ديال امين. طلعت عليهم الام من جديد وهو يقول لها واحد فيهم فينا هو امين، وجاوبته بانه لحد الان مازال ما رجعش. قالت لهم علاش، قال لها قطع لي التيشيرت ديالي اللي القيمه ديالو 700 درهم. فالام قالت ليه البارح قلتي لي سرق لكم السلاسل قطع لكم التيشيرت، هادشي اللي تتقولوا فيه راه ما كيدخلش للعقل. المهم دارت فيهم ومشاو في حالهم. الام اللي شافت ان هادوك الدراري جاو عندها في الليل وعاودوا جاو النهار الاخر في الصباح كتصوني لولدها والتليفون ديالو طافي من النهار اللي قبل، فتخلعات وحسات بان شي حاجه خايبه تقدر تكون وقعات لولدها. مشات لعند هادوك صحابو اللي قال لها بانه غيتلاقى معاهم، سولاتهم فينا هو امين وعلاش مازال دابا ما رجعش للدار.
قال لها واحد فيهم بانهم فعلا كانوا مع امين، ولكن كل واحد فيهم رجع في حاله، وبانهم خلاوه مع الصديقه ديالو اللي بلا ما نذكروا الاسم ديالها وملقبه بفاتي. هاد فاتي هي واحد الشابه اللي في مقتبل العمر، مطلقه وعندها واحد البنيته. الام بحكم انها ما كتعرفش العنوان ديال الدار فسولات حتى عرفاتها فين ساكنه. مشات لعندهم، دقات عليهم في الدار وخرجت ليها مرات خوها، قالت ليها كلمي لي يا فاتي. كلمتها ليها، قالت ليها فينا هو ولدي امين؟ قالت ليها ما شفتوش. قالت ليها ياك كان معك البارح؟ قالت ليها لا ما كانش معايا. قالت لها علاش كتكذبي؟ راه يلاه كنت عند الدراري وقالوا لي بانه كنتو سهرانين مجموعين وباللي انت اخر وحده كانت معاه. يا اما غتقولي لي الحقيقه ولا غنمشي عند البوليس ونعاود لهم اشنو كاين. ولدي من البارح هو غابر وانا ما عارفه واش حي ولا ميت. ايوا فاتي هنايا فحال اللي تخلعات وبدات كتدخل وتخرج في الهضره، وقالت ليها بان امين مشى يبات عند واحد صاحبه اللي كيسكن في النواحي ديال مدينه بن سليمان، وبان التليفون ديالو طافي لانه غالبا ديشارج عليه، وطلبت منها انها تخلي ليها النمره ديالها باش الا تواصل معها ولا صيفط لها شي ميساج تعلمها باش ترتاح من جهته. خالتي فاطمه رجعت للدار وبقات كتسنى في ولدها، كانت كلها امل باللي في اي لحظه يقدر يدخل عليها ولدها. ما كانش عارفه بانها ما عمرها مازال ما غتعاود تشوفه. مع 8:30 خالتي فاطمه توصلات بمكالمه من طرف المدعوه فاتي. هذه المكالمه اللي كانت صدمه وفاجعه كبيره بالنسبه لها. قالت ليها بان امين الشيكي توفى وباللي لقاوه مليوح في التيران ديال الجولف في مدينه بن سليمان. الام مسكينه ملي سمعات هاد الخبر ما عرفات راسها باش تبلات وما قدراتش تستوعب اولا تصدق هاد الخبر اللي سمعاتها. تلفات وما عرفات ما دير. الزوج ديالها كان في مدينه الرباط، ما عرفت فين تمشي ولا فين تجي ولا شكون تسول، ومشات للموقع اللي تلقات فيه الجثه ديال ولدها. لقات بان الناس تفرقوا، البوليس مشاو في حالهم والجثه مشات للتشريح الطبي. واللي ماشي طبيعي في هذا الشيء كامل ان الوالدين ديال امين ما توصلوش بمكالمه من عند البوليس اللي كيخبروهم فيها بانهم لقاو ولدهم مقتول ومليوح في التيران ديال الجولف، وما استدعوهمش لمستودع الاموات باش يتعرفوا على الجثه وياكدوا لهم بانه نفس الشخص اللي هو ولدهم امين الشيكي. المهم خالتي فاطمه اتصلت بالزوج ديالها وعلماته بان الولد ديالهم راه مات. جا الاب مسكين لمدينه بن سليمان وهو ما عارف راسو باش تبلى، خبر اللي نزل عليه في حال الصاعقه. مشاو بجوج مع بعضياتهم لمصلحه مستودع الاموات وقالوا لي بانهم تما لقاو امه لا اله الا الله. كيف ما قلت لكم من قبل ان امين عنده بزاف المعارف في مدينه بن سليمان بحكم العمل ديالو، وكل شيء جا باش يشوف الجثه. الام مسكينه ملي شافته ما تعرفتش عليه وقالت لهم بان هذا ماشي ولدها، لانها من الاصل ما استوعباتش الخبر ديال ان ولدها مات، وعاد زيد الصفه ديالو كانت تبدلات وكان ولا زرق من هنا حتى للراس ديالو. اما الاب ملي شافو عرفوا وقال لهم بان هذا هو ولده، وعاد زيد كان عارف هذيك السيغفات اللي خرج بها في هذاك النهار، فملي شاف السروال عرفوا. ونسيت واحد المعلومه مهمه، هو ان الابن ديالهم ما كانش لابس من الفوق، يعني كان عريان من الفوق وما كانش لابس البادري ديالو. تعرفوا على الجثه ديال ولدهم ورجعوا في حالهم للدار وهما مصدومين وتالفين وما عارفينش اشنو خاصهم يديروا. كانوا كيتسناو البوليس يعيطوا لهم باش يسولوهم ولا يحقوا معاهم، ولكن البوليس لحد الان مازال ما تواصلوش معاهم نهائيا. الوالدين الله يحسن العوان، خبر اللي كان فاجعه كبيره والدار عامره بالناس والعزايه، يعني كانوا تالفين بمعنى الكلمه. امين خرج من دارهم نهار السبت، الجثه تلقات نهار الحد، ونهار الاثنين العائله توصلات بالجثه باش يديروا الجنازه للضحيه. ودابا نرجعوا للنهار اللي تلقات فيه الجثه ديال امين. وحسب تصريحات الام انه واحد البناي كان كيدير شي اصلاحات في الدار ديال واحد المراه اللي كانت قريبه للغولف. ملي سال الخدمه ديالو خرج في حاله لقى الجثه ديال امين، تصدم ورجع للدار ديال هذيك المراه وقال لها بانه شاف جثه ديال واحد الولد. المراه قالت ليه واش متاكد؟ قال لها متاكد. قالت ليه رجع شوفها واش باقا في بلاصتها، هذيك الساعات عاد نتواصلوا مع البوليس. فعلا هذاك البناي رجع لهذاك الموقع ولقى بان الجثه مازال في المكان ديالها. علم هذيك المراه اللي بدورها اتصلات بالقيد ديال المنطقه ديالهم وهو اللي علم البوليس بالوجود ديال الجثه في التيران ديال الجولف. البوليس ملي التحقوا بمسرح الجريمه لقاو بزاف الناس مجموعين تما، ومن ضمنهم المدعوه فاتي كانت كتبكي وكتغوت وتتقول بان الضحيه هو الخطيب ديالها. البوليس ملي سمعوا هاد الهضره داوها معاهم للمركز باش يحقوا معاها وياخذوا الاقوال ديالها.
المهم البوليس بداو كيستمعوا للمدعوه فاتي، وبدات كتعاود ليهم الاحداث كيفاش وقعات نهار السبت على حسب الاقوال ديالها. قالت ليهم بانها فعلا تلاقات مع امين في واحد البلاصه اللي حدا مدرسه خاصه سميتها كوبرنينغ واللي قريبه للتيران ديال الجولف. لحقوا عليهم واحد جوج صحاب اللي كانوا مقربين لامين بزاف، جلسوا مجموعين وبداو كيضحكوا كينشطوا مع بعضياتهم في واحد الجلسه خمريه. فجاه جاء عندهم صديق طليق فاتي، بدا كيهضر معاهم شويه، هز التليفون ديالو اتصل بواحد جوج صحابو اخرين وطلب منهم انه يجيو عندهم لنفس البلاصه. وفعلا هذاك الشيء اللي كان، جاو هذوك الجوج للبلاصه اللي كانوا مجموعين فيها الدراري وفاتي. واحد فيهم بدا كيهضر معاها بواحد الطريقه ماشي هي هذيك، كانه كيستفز امين لانه كان عارفه على علاقه بها. امين ما عجباتوش الطريقه باش كان كيهضر معاها وحس بانه فعلا كيبتزو، فناض ليه وشنق عليه من هنايا حتى قطع عليه السلسله اللي كانت في عنقه، غير قطعها ما سرقهاش. صاحبه ما عجبوش الحال وما رضاش لانه شافوا بانه كيضربوا، فتدخل وحتى هو بدا كيضرب في امين. ناضوا الدراري وفكوا هذيك المضاربه. ملي فكوهم هادوك جوج الدراري مشاو في حالهم، وبقى امين هو والاصدقاء ديالو فاتي. شويه وهي تبان لهم الطوموبيل ديال البوليس دايزه، تخلعوا وكل واحد فيهم جرى في جهه، ومن هذيك الساعات ما عاوداتش شافته. هادشي على حسب الاقوال ديالها امام الضابطه القضائيه. اما بالنسبه لهادوك الجوج فهما نفسهم اللي جاو لدار خالتي فاطمه وهما عريانين وبداو كيحيحوا عليها. البوليس ملي استمعوا ليها وخداو الاقوال ديالها وقادوا ليها محضر، مشاو جابوا جوج الاصدقاء ديال امين وهادوك الجوج اللي تضاربوا معاه باش يحقوا معاهم ويعرفوا اشنو وقع في هذيك الليله. وحتى هما عاودوا نفس الشيء والاقوال ديالهم كانت متطابقه، قالوا بانهم فعلا كانوا مجموعين في واحد الجلسه خمريه. جاو هذوك الجوج ووقعت مضاربه بينهم وبين امين، دخلوا الدراري وفكوهم، دازوا البوليس، تفرقوا كل واحد فيهم شاف حاله، وبان هذيك كانت اخر مره شافوه فيها حتى النهار الاخر وسمعوا بخبر الوفاه ديالو. بقاو في الحراسه النظريه لمده 48 ساعه وتقدموا لمحكمه الاستئناف بمدينه كازا. ملي تقدموا للقاضي، فاتي اللي كانت صديقه ديال امين الشيكي وصحابه بجوج تم اطلاق السراح ديالهم. اما هذوك الجوج اللي تضاربوا معاه فداروا لهم متابعه في حاله اعتقال، دوزوا 4 شهور ديال الحبس. والملف ديال القضيه تنقل من محكمه الاستئناف بمدينه كازا للمحكمه الابتدائيه اللي تابعتهم تهمه الضرب والجرح، وحكمت عليهم بشهر موقوف التنفيذ زائد غرامه ماليه اللي القيمه ديالها 500 درهم. ودابا اجيو نرجعوا لنتائج التشريح الطبي اللي كتقول بان امين الشيكي مات نتيجه الاختناق بالقيء ديالو، وبانه عنده بزاف الخدوش في الظهر بسبب السحل. السحل كيعني بالدارجه المغربيه انه تجر في الارض. واش تقتل في شي بلاصه اخرى ونقلوه للبلاصه اللي تلقات فيها الجثه؟ اشنو وقع؟ هذا هو السؤال اللي كطرحه الام. علاش ولدها عنده خدوش في الارض؟ شكون اللي جرو؟ علاش عريان يعني ما كان لابس والو في الفوق ورجليه كانوا حفيانين؟ فين هو التليفون ديالو؟ هاد الاجوبه ليومنا هذا ومن عام 2016 مازال ما لقاتش الاجابه ديالها. وعلاش البوليس ما استدعوها لا هي ولا الزوج ديالها المحجوب الشيكي باش يحقوا معاهم ويشوفوا الحيثيات ديال اختفاء امين رغم ان المسطره القانونيه كتطلب هذا الشيء؟ علاش ما داوهمش لمستودع الاموات باش يتعرفوا على الجثه ديال ولدهم؟ وعلاش ماشي هما اللي علموهم بالوفاه ديال ولدهم امين الشيكي؟ زائد ان واحد الحارس ليلي جاء عند الوالدين وقال لهم بانه كان خدام في حي لاله مريم، وجاو عنده واحد الجوج وهما في حاله غير طبيعيه وقالوا ليه فين هو امين. قال لهم بانه ما شافوش. هذا الشيء وقع مع 11 ديال الليل، ومع الجوج سمع الصداع والغوات حدا التيران ديال الجولف اللي كاين في مدينه بن سليمان، وعرف بانه كاينه بيناتهم واحد المضاربه. الوالدين داروا اشهاد بهذا الشيء، قدموه للبوليس على اساس انهم غيستدعيو هذا الحارس الليلي وحقوا معاه، ولكن هما ما استدعوش وما خداوش الاقوال ديالو نهائيا. ونزيدكم واحد السيده خرجت بواحد الفيديو اللي تتقول فيه بان الزوج ديالها واللي حتى هو معروف في مدينه بن سليمان عنده علاقه بالوفاه ديال امين الشيكي. الوالدين داروا تفريغ المحتوى ديال هذا الفيديو وقدموه للبوليس على اساس انهم يستدعيوها ويحقوا معاها، وحسب الاقوال ديال الام انهم ما استدعوهاش نهائيا. حاولت انني نعطيكم جميع المعلومات اللي قدموها لي الوالدين ديال امين، الاقوال ديال الاصدقاء ديالو ديال هذوك الجوج اللي تضاربوا معاه،
الشهاده ديال الحارس وهذاك المحتوى ديال الفيديو اللي خرجت به هذيك السيده نتائج التشريح الطبي وكاع الملابسات ديال وفاه امين. ملي هضرت مع خالتي فاطمه وعمي المحجوب حسيت في الصوت ديالهم بواحد الحزن كبير، كأن ولدهم مات غير النهار اللي قبل، من النهار اللي دفنوه فيه في عام 2016 وهما معذبين وكيجريو في المحاكم. حياتهم تبدلات وتنكدات، عندهم بزاف الاسئله اللي باغيين يعرفوا الاجابه ديالهم. اشنو وقع لولدهم في هذيك الليله؟ علاش تلقاه هو حفيان وعريان والتليفون ديالو ما كاينش معاه؟ علاش الشهادات كانت ناقصه وعلاش ما حقوش معاهم؟ وبزاف الاسئله. العائله ديال امين كيطلبوا منكم انكم تسمعوا الصوت ديالهم وبان الملف ديالهم انتقل للفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه باش يعاودوا التحقيق من جديد ويعمروا الفراغ والحلقات المفقوده في هذه القضيه، يعرفوا الاجابه ديال الاسئله ديالهم ويرتاحوا من جهه ولدهم اللي دفنوه في عام 2016 ومازال محروقين عليه ليومنا هذا. الحاجه الوحيده اللي غنطلبها منكم اليوم واللي ما عمرني ما طلبتها منكم من نهار بديت القناه ديالي، انكم تبارطاجيو هذا الفيديو او ماكسيموم، تسمعوا الصوت ديال خالتي فاطمه وعمي المحجوب اللي مشويين على ولدهم باش الملف ديالهم ياخذ المجرى القانوني ديالو. بلا ما نطول عليكم كثر، نتلاقاو في الفيديو الجاي وانتم في احسن الاحوال، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.